غادي تخرج والديك من الدل ومن الحقره ومن اللي يعطيهم 2 ريال ويعايرهم بها. في هذا الفيديو غادي نبارطاجي معاك 10 ديال النصائح للانتماء لعائله الاغنياء الجدد. هذا المصطلح ولا هذا الكونسيبت ديال الاغنياء الجدد اول واحد غيدوي عليه هو واحد من كبار المستثمرين في العالم سميتو نافال رافيكان اللي غتشوفوه في هذه الصوره هذه. هضر على البلان ديال الاغنياء الجدد. ما ننساش نفكرك قبل ما نكملوا لا فيديو توجد لي ورقه وستيلو وعلى بركه الله يلا نطيروا. شحال هادي سيادنا كان اللي طاح على شي كنز ديال المعرفه التطبيقيه المربحه، كان ساتر على راسو ما كاين غير الدق والسكات. كان الغنى فقط للاغنياء واللي فقير غيبقى طول حياته فقير وحقير. ولكن دابا تغيرات الامور اصدقائي. فقط بحاسوب سريع وسطر معايا على سريع وفيبر اوبتيك سطر معايا على كونيكسيون مزيانه خفيفه طياره، تقدر من اي بلاصه وفي اي وقت تجبد لعندك العمله الصعبه اورو الدولار ومن اي قنت في العالم. غاديش نضيع عليك وقتك بهضره خاويه، ولكن غنعطيك خطوات عمليه تطبيقيه اذا طبقتيها والتزمتي بها النتيجه صادمه ومضمونه. اول نصيحه، انفيستي، استثمر راس مالك في شي حاسوب بجوده عاليه اضعاف الايمان 8 جيجا في الرام، يكون اس اس دي وعلى الاقل 2 جيجا هرتز في البروسيسور، ويستحسن تدي معاك شي واحد خبير في الحواسيب واخا تعرف تخلصو باش تاخذ من وقته يوجهك تشري شي حاسوب مناسب وما تقولبش. ثاني نصيحه، ما غاديش نقول لك تعلم الانجليزيه عاد نوض تعلم التجاره الالكترونيه، بيان سور هاد الهضره هادي راه كتكون طبتي بها، ولكن غنقول لك تعلم التجاره الالكترونيه بالانجليزيه. مع الوقت غتلقى راسك تطورتي فيها. اللي ما فهمتيهاش قلب على الشرح ديالها بالانجليزيه وحاول ما امكن تبعد على الترجمه، لانها واخا كتعاونك على المدى القصير الا انها كتعطلك على المدى البعيد. النصيحه رقم 3، اختار مجال مربح. التجاره الالكترونيه، برمجه المواقع والتطبيقات، كتابه الاعلانات، تصميم الصور المصغره، تعديل الفيديوهات، تعليم اللغات، دروس الدعم عبر الانترنت، والامثله كثيره. رابع نصيحه، غتشد ليا ورقه وستيلو وبدا تشرط على المجالات الاخرى. لنفرض مثلا اختاريتي التجاره الالكترونيه، غادي تعكف وانت زاد على راسك كتعلم فن التواصل والاقناع، الذكاء العاطفي، فن الكتابه، كتابه الاعلانات، فن التفاوض، فن التسويق والتسويق الرقمي، فن البيع، قوانين الطبيعه البشريه، فن صناعه المحتوى. انستغرام ديالي فاينبرت غتلقاني داير فيديوهات كنرجح فيهم افضل كتاب قريته في كل فن من هذه الفنون، واللي ما عندوش انستغرام يبانوا في التعليقات باش نحط لهم عناوين الكتب. النصيحه رقم 5، 6 شهور الاولى بغيتي يغبر ليك الشقف، يغبر لبابك الشقف من مواقع التفاخر الاجتماعي، وخلي الهدف ديالك هو التعلم وماشي تبان انك كتعلم. سادس نصيحه، من بعد 6 شهور غادي تدوز للسطاج الموالي واللي هو صناعه المحتوى. اي حاجه تعلمتيها في التجاره الالكترونيه نوض بارطاجيها مع الناس مجانا بكل سخاء ومن دون مقابل ومن دون شروط. اذا تبعتي الفيديو حتى الاخير غتفهم علاش خصك تقاسم المعرفه فابور. سابع نصيحه، غادي تدوز للسطاج التلمذه المهنيه، واللي هو غادي تشوف شي واحد اكسبير عليك في التجاره الالكترونيه قديم في الحرفه وغادي تعرض عليه الخدمات ديالك فابور. تقول ليه مثلا انا نصوب لك فيديوهات، نعدلها فيديوهات ديال الاعلانات، او نصمم لك اعلانات، او نكتب لك اي حاجه ديرها لي فابور ومن دون مقابل ومن دون شروط. المقابل هو انه يعطيك فرصه تجلس معاه وتراقب كيفاش كيخدم ويتقاسم معاك التجربه والخبره ديالو. التلمذه المهنيه فاش كتكون فعاله، خاصه على الاقل تكون فيها 2 ديال الاشهر باش تشد راس الخيط ويبان لك الضوء وسط الظلام وتتعلم تركز في وسط عالم مليء بالشتات. تقدر ايضا تستاجي في شركه، واهم حاجه في هذه المرحله هي ما تسولش على شحال تزاد في الحساب البنكي، ولكن سول على شنو تزاد لهذا الراس من مهارات وخبرات وتجارب وحكمه. ثامن نصيحه، من بعد ما دوزتي هذا الشيء كامل 8 ديال الشهور ما بين التعلم الستاج والتلمذه المهنيه، غتبقى لك 2 شهور غتعكف فيها على نقل ديك المعرفه والتجربه ديالك للناس في الانترنت عبر منصات التفاخر الاجتماعي. اعطي وانت واعي انك كتاخذ في الحقيقه. شنو غتاخذ؟ تبع معايا الخطوه التاسعه والاخيره باش تفهم مزيان. من بعد ما بديتي كتصنع محتوى كتقاسم فيه التجربه ديالك، المهارات ديالك، لنقول مثلا في البرمجه، هنا غادي تولي مرجع للبرمجه في الانترنت، بمعنى ان الناس بمجرد ما غيسمعوا كلمه برمجه غادي تطيح لهم انت في البال. يعني هنا بالعطاء ديالك خليتي عدد كبير من الناس يعرفوك انك واعر في الدومين. كي داروا عرفوك؟ لانك تقاسمتي معهم حلول المشاكل اللي طاحوا فيها ووجهتيهم ونورتي ليهم الطريق. انا غادي تقول لي انا درت هذا الشيء كامل شنو غنربح؟
تبع معايا النصيحه رقم 10. هنا غادي توصل لاعلى درجه. ومرحبا بك معنا في عائله الاغنياء الجدد، واللي هما باختصار الناس ما تيقلبوش على فرص الشغل، ولكن فرص الشغل هي اللي كتقلب عليهم. الناس ما تيقلبوش على الفلوس، ولكن الفلوس هما اللي تيقلبوا عليهم. كيفاش؟ ملي تبعتي النصائح العشرة اللي تقاسمت معك وبديتي كتطبق مبدا العطاء اللي هو اخذ في الحقيقه، وقليل اللي كيشوفوا اخذ، هنا الناس غيتزاحموا على بابك طالبين الخدمه ديالك، وبلا ما تقول لهم خلصوني هما غادي يتخاطفوا عليك ويخلصوك بكثر من الثمن اللي كنتي كتوقع، لانك شحال هذه كنتي كتخدم فابور وبقل من الثمن اللي كتوقع. دابا جا موسم الحصاد، ومرحبا بك معنا في عائله الاغنياء الجدد، اللي هو داك صاحبك اللي كتشوفو ديما هز كارطابل فوق كتافو داير فيها الحاسوب، وكتشوفو عاصر في قهوه من 8 ديال الصباح حتى ل 8 ديال الليل، خدام تيدير المونتاج او تصميم او برمجه او اي حاجه تقنيه، اي فن من فنون الحياه، خدام كيصقل المهارات ديالو، ما كينتظرش من الحياه انها تكون سهله، ولكن تيخدم على راسو ويقويه باش يواجه التحديات ديالها. داك صاحبك اللي كتشوفو كتحقرو مسكين غادي على رجليه هاز الشكاره ساكن في القهوه، ربما هو هذاك النيت صاحبك اللي نهار توقف على الفلوس غادي يسلفك، وما عندوش مشكل انك ما طردتش ليه لانه عنده الاصول وماكينات كيصنعوا عليه الفلوس وهو ناس. وي داك صاحبك اللي ملي كتسولو فين خدام تيقول لك خدام في الانترنت، وكتقول عليه مسكين الله يسهل عليك في شي خدمه ديال بصح. وختاما ما غلقاش شي حاجه حسن نختم بها الفيديو ديالي من مقوله جبران خليل جبران في كتاب دمعه وابتسامه: ان القوه التي زرعتها ايها الفقير واستغلها الغني القوي ستعود إليك، لأن الأشياء ترجع إلى مصادرها بحكم الطبيعة، والأسى الذي عانيته أيها الحزين ينقلب فرحا بحكم السماء. سوف تتعلم الأجيال الآتية المساواة من الفقر والمحبة من الأحزان. والله يرحم ليك الوالدين بلا ما تشكرني ودير لي جيم إذا ما تبعتيش لا فيديو كامل وما كنتيش مستعد تضحي بالغالي والنفيس باش تطبق النصائح اللي تقاسمت معاك وتنقذ والديك من الفقر ومن الذل ومن الهجرة. Thanks for watching and see you in the next video. Peace.